كنت فاكرة اني خلصت من كل ده. رجعت بيتي وكل حاجة هادية زيادة عن اللزوم. حاولت انام واقنع نفسي ان اللي حصل ده كان مجرد صدمة، بس فجأة صحيت مش عارفة ليه. كان في احساس غريب، كأن حد واقف قريب مني. سمع صوت همس واطي قوي بيقول انت رجعتي. فتحت عيني بسرعة بس ما كانش في حد خالص. بصيت حواليا، الأوضة زي ما هي، بس الإحساس مرحش. الإحساس إن في حاجة خرجت معايا من عمارة الحارس، وإن اللي حصل هناك لسه مخلص. عدى أسبوع على الحادثة دي، وأنا أحلامي بدأت تزيد عن العمارة دي واللي كان هيحصل فيا، وعمالة أفكر لو محدش جه وانقذني كان ايه اللي هيحصل. كان زماني واحدة منهم. بحاول اقنع نفسي ان كل حاجة بشوفها وبسمعها من ساعة ما رجعت من هناك من اثر اللي حصل معايا. في يوم وانا رايحة الشغل وواقفة بجهز نفسي على المراية، وانا باصة فيها لمحت حاجة عدت من ورايا. قلت عادي، تلاقيه خيال من الشباك. فجأة نور البيت قطع، فشغلت الكشاف عشان اكمل، بس حطيته قدام المراية. فجأة لمحت ظل حاجة ورايا. انا اتخضيت وبصيت ورايا بس ملقتش حاجة خالص. جالي احساس وقتها ان في حد بيراقبني، وكل ما بصت في المراية الاحساس ده يزيد. النور جه بعد ما خلصت ونزلت الشغل، والحمد لله محصلش حاجة من اللي بشوفها في البيت دي. محصلش اي حاجة في الشغل واللي كانوا هيفتكروني مجنونة. خلصت شغلي زي العادة وروحت البيت ونمت زي كل يوم، بحلم بكوابيس عن العمارة دي وهمسات، بس لما بصحى مش بلاقي حاجة. تاني يوم صحيت عادي وكنت في الحمام بجهز نفسي عشان اروح الشغل. فجأة حسيت بوجع خفيف في ايدي، بس قلت عادي يمكن من الشغل، مبصتش عليها. بعدها بكام دقيقة حسيت بنفس الوجع، بس لما بصيت على ايدي ملقتش حاجة. بعدها بشوية لقيت اثر خفيف لرسمة على ايدي بيظهر شوية شوية، بعدين بدأ يبقى واضح. انا من الخضة ما قدرتش وسبت كل حاجة في ايدي ومسكتها. لقيت الرسمة دي عمالة تكبر لحد ما بقت واضحة. ركزت فيها وعمالة ابصلها، بس افتكرت الرسمة دي انا شفتها في العمارة، في الأوضة اللي كانوا عايزين يحرقوني فيها. في اللحظة دي عرفت ان الموضوع بدأ يكبر. بدأت افكر اني اروح لهناك تاني يوم وادور على الراجل اللي بيقولوا عليه سيدي الحارس ده. فجأة وانا قاعدة بفكر لقيت التليفون رن. كان رقم غريب. انا من عادتي مش برد على ارقام غريبة، بس رديت. حسيت ان في حاجة بتخليني ارد على التليفون غصب عني، ورديت. حطيت التليفون على ودني وقلت الو، بس محدش رد. سكت شوية لقيت صوت غريب بيرد ويقولي ارجعي. انا اتخضيت ورميت التليفون، بس فضل يرن ومبطلش. من ساعة ما رميته فضل يرن. رحت رديت عليه لقيت نفس الصوت عمال يقول ارجعي ارجعي. تاني يوم من اللي حصل ده وانا صاحية بجهز كعادتي وانا رايحة الشغل، سمعت صوت رسالة على التليفون. فتحتها لقيتها تسجيل ليا، وانا مش فاكرة اني سجلت اي حاجة من ساعة ما رجعت من العمارة دي. قلت افتحها اشوف في ايه. سمعت صوت، والصوت ده كان صوتي انا، بس لقيتني بتكلم بطريقة غريبة والتسجيل معاه همس. حسيت في الوقت ده اني لازم اروح ادور على الراجل اللي اسمه سيدي الحارس ده عشان اعرف اي حاجة عنه واخلص من كل اللي انا فيه ده.
ما رحتش الشغل اليوم ده وقعدت متوترة لحد ما رحت في النوم. حلمت بنفس العمارة ونفس الشخص اللي من غير ملامح اللي شفته في العمارة. لقيته عمال يقرب مني ويقول مصيرك هترجعي. بعدين لقيت نفسي صحيت مفزوعة قبل ما يقرب مني. في اليوم ده قررت اروح ادور على اي حد يساعدني الاقي الحارس ده. رنيت على حد من الشغل يقولي عنوان العمارة، بس ما حدش قالي حاجة. يمكن كانوا خايفين اروح هناك ويحصل مشكلة تاني. قررت اعتمد على نفسي واروح لوحدي. مخبيش عليكم، كنت خايفة جدا وانا رايحة. انا كنت فاكرة ان الموضوع هيقف عند كده، كابوس وخلاص. بس لا، الصوت اللي سمعته والتسجيل اللي وصلي كانوا حقيقيين زيادة عن اللزوم. وفي اللحظة دي قررت اني مش هفضل خايفة ولا ههرب منه طول عمري. انا لازم اعرف مين الحارس ده وايه اللي بيحصل. قعدت بالساعات وانا بدور على النت، بس ما لقيتش حاجة واضحة. كل اللي بلاقيه كلام متناقض. ناس بتقول انه راجل كويس، وناس بتقول انه كان دجال، وفي ناس بتقول انه اختفى فجأة كأنه ما كانش موجود اصلا. بس في حاجة واحدة كانت بتتكرر: اسمه الحارس. فضلت ادور لحد ما وصلت المكان. كان ارشيف قديم، كان في ملفات مرمية في كل حتة وورق متاكل من زمان، كأن المكان بقاله سنين ما اتفتحش. والمكان كان ضلمة جدا وكان هادي بطريقة غريبة. وانا بدور كان في احساس مش مريح، كأن حد واقف بعيد وبيبصلي. كنت كل شوية ابص ورايا بس ما بلاقيش حد، بس احساس ان في حد بيراقبني ما كانش بيروح. قعدت ادور لحد ما لقيت ملف قديم. اسم العمارة كان مختلف. العمارة ما كانش اسمها عمارة الحارس، كان ليها اسم تاني. والمكان كان متسجل انه كان ارض مهجورة. وكان في ملاحظات مكتوبة بخط الايد على الملفات بتقول تم البناء رغم التحذيرات. وقتها قلبي بدأ يدق بسرعة. كملت قراية وشفت جملة واحدة خلت جسمي كله يقشعر: المكان ده مش فاضي. وقفت وانا مش قادرة اكمل قراية. فجأة حسيت بنفس الاحساس بس اقرب بكتير، كأن حد واقف ورا ظهري بالظبط. نفسي بقى تقيل ومبقتش قادرة اتنفس. لفيت ببطء وشفته. كان هو الشخص اللي من غير ملامح. كان واقف وساكت وبيبصلي. قعدت ارجع لورا وانا مش قادرة اصرخ. وفي ثانية لقيته اختفى، كأنه ما كانش موجود اصلا. وقفت مكاني وانا مش قادرة اتحرك. وفجأة لقيت الموبايل بيرن. كان رقم غريب، نفس الرقم. رديت وانا ايدي بتترعش، وساعتها سمعت الصوت. كان واضح اكتر من اي وقت. كان بيقولي قربتي. وساعتها فهمت ان انا ما كنتش بدور عليه، هو اللي كان بيدور عليا.